هذا اللي يحط القصبه بالعصير، هذا اللي يصوب، هذا فانا موزعتها لانه اني صار لي 24 سنه تقريبا وياهم، فمثل ما اتعامل ويا الناس اللي يسمعون اتعامل وياهم. خدام حسين يسمونه، 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 خدام حسين يسمونه. حسين ونتباهى، عشنا بالخدمة وشفناها، عفنا الدنيا وما عفناها. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى تم الشروع بفتح موكب للصم والبكم العام الماضي. السنة طورنا الموكب بفضل الله تعالى وجعلناه يستوعب كل الاحتياجات الخاصة. هسه إذا تشوفون في موكبنا تلقى الأصم الأبكم يدفع أبو الكرسي المتحرك حتى يجيب الطريق العام يوزع ثواب وبركات الإمام الحسين عليه السلام، وتشوف الأصم يلزم إيد المكفوف ويجيبه لهنا الأطراف أصحاب الأطراف المبتورة ومتلازم الداون، كلهم نسيج متناغم، كلهم في خدمة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. هذه الصورة اللي أنا أخذتها على عاتقي أنه أظهرها لكل العراق وبالخصوص في الديوانية حتى يكونون منارة ويكون دعم لهم أنه هم عالمهم هذا اللي هم عايشين به يتوسع ويقدرون يتعايشون فيما بينهم، والهدف واحد هو خدمة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذه الشريحه يعني فيها عندها نوع من شلون نقول العرق يعني. نعم. نعم. أنا وطلابي صم، أنا وياهم أشوفهم هم يتحصرون، يشوفون الناس تروح كل من عنده موكب، كل من عنده كل فئة كل عشيرة عندها موكب إلا هم، فارتئيت إنه أفتح موكب إلهم ووسعت السنة بأن جعلت لكل الاحتياجات الخاصة. نتأمل انه العام القادم راح يكون مبني بناء ومكان ثابت وخاص بهم هم وباسمهم باذن الله تعالى. الدعم اللوجستي بما انه الموضوع يعني هذا الشخص من حضرتك. نعم. هم كلهم ذو احتياجات خاصه يعني حالتهم نعم. الماديه تعبانه. نعم. راتبهم ما يتجاوز يمكن اكثرهم على لا بالعكس، هم قطعوا راتبهم اصلا، راتب المعين المتفرغ للصم والبكم كلهم انقطع، بقى بس اللي عنده راتب شبكه اللي هو متزوج يعني اللي عنده عائله. طيب هاي الامكانيات اللي قاعد تشتغلون بها يعني من اكل من مشرب؟ نعم هذه كلها من عندي ومنهم هم ومن اهاليهم بالجهود البسيطه، بسيطه جدا، لكن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يطرح بها البركه واللي نقدر له جاي نسوي. الطبخ وتقسيم الواجبات هاي نعم. يعني فيها نوع من الصعوبه، مو مثل ما نقول يعني بشر احتياجي تتعاملين وياه. أنا أتواصل وياهم عن طريق مكالمات الفيديو، يعني إحنا حتى إذا ماكو اتصال مكالمات كلام أنا أتصل بهم بالفيديو، أنت عليك هالشكل، أنت عليك هذا، أنت عليك هذا، أنت تجي بفلان ساعة، أنت عليك الخمرة مال الدجاج مثلا، أنت عليك العصير، أنت عليك تفتح شلون هسه الطريقة اللي جاي يسوون بها. موزعتها بيناتهم، هذا اللي يحط القصبة بالعصير، هذا اللي يصوب، هذا، فأنا موزعتها لأنه أنا صار لي 24 سنة تقريبا وياهم، فمثل ما اتعامل ويا الناس اللي يسمعون اتعامل وياهم. عندي شيء سهل، عند الناس هذا الشيء صعب، لكن عندي سهل، وهم حتى يعرفوني من نظرتي، من اقول له اذا كنت راضي عن شيء او ما راضي او اريد اكلفه بموضوع هو يعرفني تلقائيا. نعم. اليوم ان شاء الله لفات قص وعصير ليمون باذن الله، وفواكه وتمر والمي البارد ان شاء الله. هنا بالمطبخ، هنا عندنا بالموكب اكو مطبخ صغير هو بيته من الطبخ، نجي تقريبا من الساعه 2 احنا الظهر. نعم. خدمه الاربعينيه زياره الحسين عليه السلام، وقمنا بالواجب الحمد لله، وخدمنا الزوار باحسن خدمه، والموكب الموجودين هسه احنا بيه احتياجات الخاصه والصم والبكم، وموكبنا كله كبير واحنا بخدمه الزوار الحمد لله والشكر. العدد ما يقارب عندنا بال 88 شخص بين الاحتياجات الخاصه وبين الصم والبكم.
ولد وبنات، بس اليوم البنات ما يجن اليوم. البارحة عندنا الموكب كان كله كبير بيه موجود، وانت تشوف قدام عيونك العيون ماين بعد قلبي. دافع الحسين عليه السلام والخدمة الحسينية وخدمة الزوار. شو انتظر؟ انتظر أجر وثواب بس، لا أكثر ولا أقل. لا تقل لي احتياجات الخاصة، المرأة العجوز، الشايب، الطفل، كل احنا بخدمة الحسين عليه السلام وبخدمة الزوار، لا أكثر ولا أقل. لا إن شاء الله مفروض عليه ومفروض على كل شيعي ومفروض على كل جعفري، وما أعرف بعد شيء أقول لك، يعني مرات الكلام ينقطع به يعني الكلمات. بعد قلب الله يستر عليك، رحم الله والديك. عفنا الدنيا وما عفناها، والمعصومين يوصونا، والمعصومين هنيئا لكل خدمة الإمام الحسين، وهنيئا لكل من زار الإمام الحسين. إلهي بحق الحسين احشرنا مع الحسين، وتقبل منا واجعلنا من خدمة الحسين يا الله. عن المنبر ما نتخلى، كل ظالم يسمعنا نقله هيهات